ما نتغاضى عنه، ما نفوت ما نترك الأطفال بدون نقاط، وتبدأ اسمعوا مع رقم خيمتهم للتسجيل. يعني نهاية الحملة اليوم من الحملة ضروري أنها نمر عنهم وألاقهم. هي القائمة التفاوتية كثير مهمة وضروري العمل. بالنسبة لموضوع الحالات الشلل اللي ممكن تصادفها أو الحالات المشكوك فيها، هي لازم تسجل وتقيد ويتبلغ عنها بشكل سريع. حتى يعني الحالات المشتبه فيها ممكن تكون شلل خفيف أو شلل رفو خفيف، هي حالة ممكن يكون فيها اشتباه لحالة شلل، فهي لازم تسجل وتقيد وتسلم آخر النهار وبجدول الاستمارات بتاعها. بدي أحكي نقطة عن موضوع الكولمان. موضوع الكولمان، هلا نحن بالكولمان في عندنا سمجة تحط على أعلى غاية منها هو حفاظ على درجة حرارة المجمدات. طبعا نحن ما نطلع من هون إلا ما نتأكد أن المجمدات موجودة بالكولمان كاملة تماما. المشرف يتفقدهم بيتأكد إذا أي مجمدة أي حافظة ما مجمدة فورا يبلغ هي مسؤولية المشرف. بالنسبة للسفنجة هي بتكون بأعلى الكولمان مشان أولا تحافظ على درجة الحرارة تحت، وإلى موضع للفيالة. أنا الفيالة عم بستعملها من خيمة لخيمة بيت لبيت. الفيالة سابقا كنت بحطها في كيس، هلا بحطها بهالشكل هون الفيالة بهالمنطقة هون بهالشكل مشان ما تضل في تعرض يضل عن الفيالة هون. ممكن هذا يأذيني ما تضلش بإيدي أنا منطقة